شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال احكي لك حصل ايه بالظبط. فتحت عيني من النوم. في البداية ما كنتش مستوعب انا فين. انا اخر حاجة قبليها فاكرها اني كنت في اوضتي على سريري، وبعد ما قريت آية الكرسي واخر سورة البقرة ودعاء سيد الاستغفار، واتقلبت شوية، وبعد كده نمت بصراحة زي كل يوم. لكن لما فتحت عينيا اتفاجئت اني نايم في خيمة، نايم على سجادة بسيطة من اللي هي شغل يدوي، لكن مش زي السجاد بتاع الأيام دي، ألوانها ظريفة وهادية. وفي وسط ما أنا بستوعب اللي بيحصل لي، سمعت صوت عالي بينادي وهو بيهلل فرحان: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد وصل. ساعتها أنا كنت نايم على ظهري على الأرض، قمت لافف نفسي بسرعة، وبقيت في وضع زي ما تقول كده إن وضع الطفل اللي بيحبي، ومشيت على إيدي وركبتي، وصلت الباب الخيمة وفتحته كأني بفتح الستارة في البيت. لقيت ناس كتير على بعد أمتار مني واقفين في الصحراء، كلهم لابسين العبايات اللي كان بيلبسها العرب زمان. وفجأة زاد التهليل والتكبير، ووصل فارس على حصانه ووقف وسط الناس. ولأني كنت على نفس وضعي على الأرض، ما كنتش قادر أشوف غير أقدامه من أول الركبة اليمين وبطن الحصان وحوافره. معرفش ليه ما قدرتش أقوم وقف زي باقي الناس وأشوف وجه الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. للأمانة أنا حكيت كل التفاصيل اللي حصلت معايا، وعلى الرغم من إني ما قدرتش أقوم وأشوف وجه الرسول الكريم، إلا إني سعيد جدا إني كنت في نفس المكان مع سيدنا محمد. في الحلقة الجاية إن شاء الله هحكي لكم على رؤية يوم وفاتي ونزولي للقبر. كان فيها موقف للأمانة أرجو من الله إنه يحصل معايا إن شاء الله.